يا مساء الفل عليكم أبناء طلاب الصف الأول الثانوي. قبل ما نقول المهم تعالى نقول الأهم، لأن مفيش تعليم بدون صحة. الكمامة 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 جوه اللجنة، والتباعد الاجتماعي، وبلاش سلام بالإيد، وبلاش أحضان، وده الأهم. أما المهم امتحان الفرنساوي كان كله اختياري، دلوقتي أصبح فيه جزء مقالي، وده عليه 30% من مجموع الدرجة الإجمالية لامتحان اللغة الفرنسية. وبفكرك امتحانك يوم الأربع، يوم 2 من شهر 2 سنة 22. وقت الامتحان ساعة ونص، من الساعة 12 ونص لغاية الساعة 2. حلقتنا النهاردة عشان السؤال المقالي اللي هو عبارة عن بريد إلكتروني وباراجراف. وتعالى نشوف التفاصيل. وقبل ما نتكلم عن أهم الموضوعات اللي بعون الله هتلقاها في أي امتحان، عشان الفرنساوي مش ديفينات، مش فزورة، تعالى نعرف مواصفات الورقة الامتحانية. امتحانك عبارة عن 4 أسئلة ب30 درجة، والأسئلة كلها إجباري. السؤال الأول وده عليه 8 درجات، عبارة عن قطعتين دوكومون، قطعتين، وكل قطعة عليها 4 درجات، والأسئلة اختياري، وكل جملة عليها 4 اختيارات، يعني مفيش سؤال فري وفو، صح وخطأ. نيجي للسؤال الثاني عليه 8 درجات، وده سؤال المواقف، السيتياسيون. 4 مواقف، كل موقف عليه 5 اختيارات، هتختار إجابتين ينفعوا لنفس الموقف، وكل موقف عليه درجتين، وبلاش تختار أكتر من إجابتين بس عشان الدرجة ما تروحش منك. نيجي للسؤال الثالث وده سؤال القواعد، وعليه 7 درجات، وكل جملة ليها 4 اختيارات، هتختار برضو إجابة واحدة بس. يلا بينا على السؤال الرابع والأخير، وده السؤال عليه 7 درجات. السؤال عبارة عن جزئين، الجزء الأول منه إيميل، بريد إلكتروني، وده عليه 4 درجات. في سؤال الإيميل هتلاقي 3 أسئلة هتجاوب عليهم في جمل صحيحة من حيث الكلمات والقواعد، ومفيش أسئلة هيتجاوب عليها بوي أو نو، نعم أو لا. الجزء الثاني من السؤال الرابع والأخير، وده الباراجراف أو الموضوع، وعليه 3 درجات. هتكتب من 15 ل 20 كلمة، ولازم تستخدم الكلمات المساعدة اللي مكتوبة عندك في ورقة الامتحان عشان تاخد الدرجة كاملة، وهتلاقي 3 كلمات. يلا بينا تعال نشوف أهم النماذج للإيميل والباراجراف اللي بعون الله وبإذن الله هتلقاها في أي امتحان. نبدأ بسؤال الإيميل، ده أول إيميل معانا، ودول عبارة عن 3 أسئلة. نشوف كده السؤال الأولاني: Comment ça va? Quels sont tes goûts scolaires? Qu'est-ce qu'il y a dans ta classe? كيف حالك؟ ما هي ميولك المدرسية؟ وماذا يوجد في فصلك؟ تعال نشوف الإجابة. Je vais bien, j'aime les maths et le français, je n'aime pas l'anglais. Dans ma trousse il y a une règle, des stylos et une gomme. ده كان نموذج لإيميل. تعال نشوف أهم الباراجرافات أو الموضوعات. نمسك الموضوع الأولاني: décris ta chambre en 3 phrases. اوصف حجرتك في 3 جمل. مديني 3 كلمات: كلور، كات، وجراند. تعال نشوف الإجابة. Ma chambre est grande, elle est rose. Dans ma chambre, il y a une quête et un bureau et un ordinateur, كمبيوتر. الموضوع الثاني: décris ton sac à dos. اوصف حقيبة الظهر، ومديني 3 كلمات: noir، livre، trousse. تعال نشوف الإجابة. Mon sac à dos est noir, il est grand. Dans mon sac, il y a du livre et du cahier. Il y a une trousse et une règle. موضوع رقم 3: décris ta trousse en 3 phrases. اوصف مقلمتك في 3 جمل: taille، couleur، contenu، المحتوى. Ma trousse est petite، مقلمتي صغيرة. Elle est rouge. Dans ma trousse il y a des stylos et il y a une gomme et un taille-crayon. السؤال الرابع: écris 4 phrases pour présenter ton copain de classe. اكتب 4 جمل عشان تقدم زميلك في الفصل. أعطي بارون لوالديك. مديني 3 كلمات: âge، ville، goût. Voici Ali. نشوف الإجابة. Voici Ali, c'est un copain de basket.
il est sympathique, il est timide, il habite au Caire avec sa famille. السؤال الأخير présente-toi, caractère, âge, go. دي كلمات المساعدة. تعال نشوف الإجابة. J'ai 15 ans, j'adore le français, j'aime le football, je préfère les maths mais je déteste l'anglais. يلا موفقين إن شاء الله على بركة الله، وانتظروني في حلقة جاية كمان عشان سؤال الجرامير وسؤال السيتياسيون.